أجواء كبيرة جدا تضاهي حتى الأجواء الأوروبية. قائمة السد في مباراة اليوم كما تشاهدون في الصورة أمامنا. السد يلعب بسعد الدوسري، حسن هيدوسي، ليونغ سو، إبراهيم ماجد، عبد الكريم حسن، محمد كاسولا، طلال بلوشي، نذير بالحاج، خلفان رودريغو تاباتا، لويس موريكي. بينما قائمة البدلاء بالنسبة للسد كما تشاهدون: مهند نعيم، حامد اسماعيل، مهدي علي، وعلي سعد، صالح اليزيدي، جاسر يحيى، مصعب خضر في قائمة الفريق السداوي في مباراة اليوم. الفريق الأزرق الهلال زعيم آسيا كما يحبون أن يطلقوا عليه جماهير الغفيرة التي تحضر بكثافة. يلعب بعبد الله السديري في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، كواك تايهي، ديغاو زوري، كريري، بنتلي، سالم الدوسري، تياغو، سلمان الفرج، ناصر الشمراني في قائمة الهلال على ملعبه بعيدا عن جماهيره. بداية المباراة، الكرة لمصلحة الهلال عن طريق كواك تايهي. بداية لقاء الليلة، بداية لقاء الزعامة أو نقول لقاء الزعيمين. عادتها مرة أخرى وللمرة الأولى طبعا بمسماها الجديد. ديغاو يلعب كرة طويلة للأمام، محاولة لكن التغطية من جانب الدفاع السداوي، محاولة لسالم مرور جميل ولكن الدفاع يتدخل. الركنية الأولى، الهلال يريدها بداية قوية، الهلال يريدها بداية نارية. الكرة إلى ركنية أولى زرقاء والأجواء كبيرة في المدرجات. مرور كان جميل من جانب سالم ولكن أيضا الدفاع السداوي تدخل. الأزرق هذا الموسم ومستعدة لأن تنافس على كل شيء. بنتلي يحاول، بنتلي يمر يلعب كرة ولكنها سهلة عند حارس المرمى سعد الدوسري. محاولة الروماني بنتلي الذي جاء لقائمة الهلال في هذا الموسم وجاء مع المدرب ريجي كامب. تياغو الدفاع يتدخل، الفرج يستعيدها ناصر، سلمان مرة أخرى، مرور جميل وكرة خطيرة يمر، الدفاع يتدخل وبنتلي أقرب إلى لاعب الارتكاز. بنتلي لمسة للأمام، محاولة هلالية، تمريرة بينية خطيرة والتحرك من جانب سالم لكن الدفاع هنا أمام ناصر على ما يبدو. سلمان في مكان خطير، لمسة على جهة اليمين خطيرة هلالية، محاولة والتحرك من جانب سالم الدوسري لكن التغطية. ناصر يستعيدها، ناصر يلعب على جهة اليمين، سالم محاولة خطيرة، سالم يمر، الدفاع يتدخل، خلصها نذير خارج الملعب. تحاول الدخول الى ارض الى مدرجات ملعب جاسم الحمد. كره بالخطا وتياغو يلعبها لكنها بعد ذلك بعيده من جانب تياغو نيفيز. الكثير من الحرج عند المدرب المغربي انه فريقه يبقى مطالب بالهجوم ولكنه مثلما هو مطالب بالهجوم فانه عليه ان يكون لديه تركيز عالي على مستوى الدفاع. كره عادت بالخطا من جانب حارس المرمى، حاول تياغو ان يلعب الكره فيرست تايم من لعبه واحده على تنفيذ كره ثابته. تياغو يلعب الكرة العرضية نحو القائم الثاني، خطيرة وراسية جميلة لكنها تبعد من الدفاع، خلصها تاباتا. عاد تياغو لمسة لسالم، انطلاقة وناصر على اليمين وسالم يحاول وفرصة هلالية، سالم يمر يلعبها لناصر وتسلل على ناصر الشمراني، تسلل على ناصر في اللقطة الماضية. تحرك كان جميل من جانب سالم الدوسري ولكن بعد ذلك تمريرة إلى ناصر كان متسللا. لحظة تمرير الكرة، تسلل كان موجود، الإشارة من جانب الحكم المساعد يطلب منهم أن يتوجهوا إلى الأمام، أن يهاجموا. كرة تلعبها للأمام ذكية باتجاه موريكي، الخطأ ينفذ سريعا، الكرة تعود ممتازة لمصلحة السد، خطيرة لنذير، خطيرة على جهة اليسار، ممتازة لعبد الكريم حسن وكرة جميلة سداوية. عبد الكريم حسن كان في لقطة خطيرة ولكن التألق الأكبر كان من المدافع الرائع في جهة اليمين ياسر. تدخل ياسر، تألق في الهجوم لديهم ياسر، في الدفاع لديهم ياسر، وهذه كرة خطيرة على جهة اليسار. ناصر لمسة، تمريرة الرد الشمالي خطيرة والتمريرة لتياغو وكرة يا إلهي خطيرة من تياغو. في العادة مثل هذه الكرات في المرمى ولكنها انتهت هلالية بهدف مقابل لا شيء. شهراني يحاول لكن التغطية، سالم على جهة اليمين، تمريرة ممتازة باتجاه ناصر في مكان خطير، ناصر يحاول مرور، ينتظر مساندة، عادت لسالم الدوسري، يمر بشكل جميل، يحافظ على كرته، يلعبها ذكية ولكنها فوق المرمى. فن في استخلاص الكرة في اللقطة الماضية، استرجاع الكرة بطريقة جميلة جدا من جانب سالم الدوسري ولكنها بعد ذلك فوق المرمى.
عالية في المرور، حاول أن يباغت الحارس سعد الدوسري، ولكن الكرة بعد ذلك هذه عاد الكرة التي كانت بجانب تياغو نيفيز، تسديدة تياغو، لكنها كانت عند حارس المرمى. كما قلت بأنه في مثل هذه المواقف تياغو كراته تكون بين تياغو وسلمان الفرج، يلعبها باتجاه ياسر الشهراني، تحرك هجومي خطير وكرة الدفاع يتدخل، الكرة تبعد من جانب دفاع السد، خلصها دفاع السداوي، عادت مرتدة، انطلاقة على جهة اليسار، خلفان يحاول الصعود هنا، الصعود هناك، الصعود في كل مكان، كاريري يقطع الطريق أمام خلفان ويتدخل، كرة إلى رمية جانبية سداوية. لاحظوا مرة أخرى التدخل في اللقطة الماضية، ياسر الشهراني كان يحاول التدخل الذي كان على عالية جدا في الكرات الهوائية، في الكرات الثابتة. تياغو يلعب الكرة العرضية لكن الدفاع يتدخل، خلاص الدفاع تصل عند تاباتا، تاباتا يلعب بالنار، بنتلي يفتك الكرة، يا إلهي جميلة من بنتلي، القوة من بنتلي، الأناقة من البنتلي، ولكن التألق الأكبر سعد الدوسري يمكن السد في الملعب، يمكن السد في الملعب بتألق كبير، لقطة خطيرة. تاباتا كان يلعب بالنار، الكرة إلى الهلال، الركنية هلالية الآن، محاولة لمصلحة الفريق الأزرق الآن، ركنية بجانبية تياغو نيفيز، خطيرة على مرمى السد، الفرصة من جانب تياغو عرضية لكن حارس المرمى يتدخل، لكن الصافرة بعد ذلك تنطلق وتنهي أحداث الشوط الأول بتعادل. السد القطري، الهلال السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في ملعب جاسم بن حمد، السد بدون أي تغييرات، كذلك الحال بالنسبة للفريق الهلالي، نفس الأسماء التي بدأت المباراة، وبما في ذلك اللاعب سالم الدوسري الذي تعرض إلى إصابة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ولكنه بإمكانه مواصلة اللعب وبإمكان اللعب مرة أخرى. طبعا الحكم كيم يونغ هيوك الحكم الكوري الجنوبي يعلن بداية شوط المباراة الثاني في هذه المباراة بين السد والهلال، وكلنا يعلم أنه في الشوط الثاني أصبح الهجوم مطلوب من جانب السد، والهلال ينتظر دوره طبعا من أجل هدف ربما يكون حاسما على كواك في مثل هذه اللقطات. سلمان الفرج أمام كرة هلالية، الفرج يلعبها لكنها تصطدم في الدفاع، وبعد ذلك إلى ركنية، ويطلب الإذن من حكم المباراة افتتاحها عن طريق تياغو نيفيز، الفرصة هلالية لتياغو، الركنية تنفذ من جانب تياغو نحو القائم الثاني، محاولة من كاريري بالراس لكنها عند حارس المرمى، جميلة من سعود، جميلة من كاريري واجمل من سعد الدوسري في مرماه، يبكي الحظوظ، يبكي الامل للسد، وكانه يقول لم ياسر شهراني على جهة اليمين، المدافع الايمن يحاول مضغوط عليه، يلعب الكرة إلى سالم مرة أخرى، وسالم إلى تياغو، ولكن التغطية ثم بنتلي، تغيير اتجاه اللعب في المساحة في مكان خطير، الكرة عند الزوري أو عند سلمان الفرج، الآن خطيرة للزوري، عرضية هلالية بعيدة عن الكل وأقرب للدفاع. الهلال يحاول الضغط في هذه الأثناء، الشهراني يحاول مرور امام تغطيه من جانب الدفاع، يلعبها الى سالم، تراجع من جانب عناصر السد، وكره تبعد لكنها بالخطا الى سعود كاريري، تسديده قويه من سعود كاريري، ولكنها بعد ذلك الى ضربه مرمى حلوه كانت من جانب سعود، التسديده على الطاير من جانب سعود كاريري قويه، ولكنها جاءت بعيده عن المرمى، جاءت بعيده عن المرمى تسديده سعود كاريري. سلمان الفرج الوتو جميلة مع ناصر، ولكن بعد ذلك هنا الاحتكاك الذي تم، وحكم المباراة كان قريب، اعتبر أنه تدخلا عاديا لم يشر إلى شيء. الكرة بعد ذلك تم إبعادها من جانب الدفاع، هذه اللقطة مرة أخرى بين إبراهيم ماجد وسلمان الآن في مكان خطير، تياغو يلعبها لكنها تصطدم في الجدار الدفاعي، وفي المرة الثانية بعيدة وإلى ضربة مرمى. الكرة بعد ذلك بالخطأ سعود كاريري إلى تياغو، تياغو يحافظ على كرته،
تياغو ينتظر مساندة، تحرك بجانب سالم، تمريرة خطيرة هلالية ومحاولة لكن الدفاع يتدخل، تعود تياغو، تسديدة لكنها جاءت بعيدة، إصابة. الهلال استمر في الهجمة على الرغم من إصابة قوية لسالم الدوسري. الفرج بنتلي، كرة تغيير اتجاه اللاعب عند تياغو، يتحرك السوري، الهلال يتحرك إلى الأمام، يهاجم وتمريرة وتصل إلى السوري، خطيرة، مرور جميل وكرة السوري مرة أخرى تياغو. يا إلهي، فرصة خطيرة للزعيم. نعم السوري هنا يمر، لكن بعد ذلك الدفاع، تغطية رائعة من لي يونغ سو، كرة قريبة من الهلال ولكنها لم تختار بعد، الدفاع تدخل، الفرصة خطيرة كانت قريبة، تياغو يندب حظه ولكن الركنية الآن لمصلحة الهلال. فرصة أخرى، الركنية الرابعة في المباراة، تياغو نيفيز على تنفيذها، تياغو نيفيز على تنفيذها، تياغو يلعب كرة عرضية خاطئة مرة أخرى من جانب الدفاع، يستعيد هاديغاو إلى تياغو، سلمان، تياغو، محاولة ناجحة، تياغو يمر، تياغو بكرة، سلمان مرة أخرى، يا إلهي، لقطة جميلة لكنها لم تكتمل. على فرصة خطيرة، الله على تياغو، من هنا بينهم مر ومن هنا لعب كرة، تألق لسعد الدوسري، الدفاع السداوي، الهلال كان قريب، كرة خطيرة، كم كانت قريبة، لسان حال أنصارهم، جماهيرهم، محاولة أخرى يريدون حسمها، يريدون تأكيدها، عرضية تبعد من الدفاع، يستعيدها نواف العابد، الآن يغير اتجاه اللعب، لمسة من كواك، سلمان في مكان خطير، عرضية ولكنها بعد ذلك سهلة لسعد، سهلة لسعد، السد طالما لديه أمل سيقاتل عليه، كرة طويلة للأمام، محاولة رأسية تبعد وتعود بعد ذلك السداوية صافرة تنطلق وتعلن نهاية أحداث المباراة، الهلال إلى الدور نصف النهائي، تزف جماهيره، كانت في الرياض واليوم في الدوحة، بين الأمة الهلالية التي في كل مكان تحضر بكثافة وتضرب أصعب الأرقام.